وفرصة أخيرة لغزال كما ذكرت الزميلة حذمي من الدوحة، ما ردك؟ لا، الحقيقة هذه أول مباراة ودية، لأن كنا احنا معسكرين كما عارفين أولا في كرون مونتانا، يعني على 1500 متر. الحقيقة في الفترة هذه كل ما اشتغلناش كثير حسب البرنامج، خاصة من الناحية التقنية والتكتيكية. وزيادا على هذا عدد الإصابات اللي كانت موجودة خاصة عند اللاعبين الأساسيين ما كانش تسمح باش وكذلك أن خذيت قرار مع الطاقم الطبي باش ما نغامروش وباش ما نلعبوش لاعبين ما يكونوا جاهزين من ناحية الإصابات، لأن بعدين لا تصير بإصابة ثانية خلاص ما يقدروا يشاركوا في المباراة في كأس العالم. لهذا أنا كان عندي عدد قليل من اللاعبين اللي جاهزين لهذه المباراة، وطبعا كونت تشكيلة حسب الإمكانيات البشرية اللي كانت موجودة، يعني اللاعبين الموجودين. حقيقة طلبت منهم بعض التوجيهات، لأن هدف هذه المباراة كان تقييم فردي خاصة العناصر الجديدة وحتى العناصر القديمة باش نعرف الفورمة، مستوى الفورمة في هذه المباراة. الهدف الثاني في المباراة هذه كان كذلك تقييم، يعني التطبيق وش طلبت منهم، يعني كان بسيط من الناحية الدفاعية ومن الناحية الهجومية. وأكيد باللي خاصة في الشوط الأول لما نقرأوا المباراة يعني كان الفريق لا بأس به، يعني تسجل علينا هدف فقط، ولكن الفريق الإيرلندي ما كانش مسيطر لأنه لعب بجميع عناصره وعنده خاصة عنده انضباط كبير في الناحية الدفاعية، عنده خاصة كذلك في الناحية الهجومية عنده انسجام كبير ما بين اللاعبين. وعموما في الشوط الأول كنت أنا مبسوط مهما تسجل. نعم، نعتذر عن هذا الانقطاع وربما سنعود بأكثر تفاصيل الانقطاع وردنا من المصدر. ربما سيكون حاضر معنا محمد الوضاحي. نعم، نعود إلى الصورة مباشرة من باريس. لا، يبدو انقطعت الصورة من جديد، عفوا عن هذا الانقطاع. نعم، وصول الجزائر إلى نهائيات كأس العالم كان بفضل جهود لاعبيه، ولعل أبرزهم من كان في خط الدفاع للذود عن مرمى الخضر، وأهمهم